يعني منافسه شرسه في الثلاث مجاميع. معنى كده ان الدوري قوي جدا، مش محتاج من الانديه اكتر من التدعيم، وان هم يبقى في طموح اكتر. استاذنك بس شريف، هنروح لملعب المباراه ونقل هذه الاجواء الاحتفاليه، فرحه جماهير البلديه بالصعود للممتاز مع زميلنا العزيز محسن محمود. اليك الكلمه فليفرحوا، وانقل لنا كل الاجواء من فضلك يا محسن. الماجي شكرا ضيوف الاستوديو التحليلي. مشاهدينا الكرام، البلديه يعود مره اخرى للدوري الممتاز، فوز كبير على ديكرنس، واعتقد تصدر المجموعه اجت في الدور الثاني. وزي ما احنا شايفين الروح الرياضيه اللي كانت موجوده مع كابتن محمود الشامي قبل المباراه والمهندس خضر ابراهيم. المهندس خضر ابراهيم ايضا اول واحد هنى الكابتن مصطفى الشامي رئيس مجلس الاداره. مهندس قلت لي هنبقى مع بعض في الصوره دي. طبعا دلوقتي يعني مصطفى الشامي ابن كابتن محمود الشامي، والنهارده رئيس مجلس الاداره، واعتقد استحقوا الصعود، وانت قلت لي ابارك لهم بعد المباراه. طبعا يستحقوا الصعود، ومباراه كبيره قدموها ومشت معاهم كويس قوي من اول ماتش. لازم ابارك لبلديه المحله وجمهورها الكبير العظيم اللي كان نفسي يجي هنا بكميات كبيره، لكن الامن طبعا. الف مبروك لاخويا مصطفى، تستاهلوا من البلديه، من زمان نفسنا نشوفه في الممتاز، الحمد لله في الممتاز، وربنا يوفقنا احنا في اللي جاي ان شاء الله. تقول ايه للكابتن يعني خضر ابراهيم قبل التعليق وقبل ما نقول لك مبروك، ولا اي حاجه عن الروح الرياضيه والاستضافه؟ الباشمهندس خضر ده يعني اخ اكبر بنتعلم منه كلنا، بشكرك باشمهندس على استضافتك، كل اهل ديكرنس على الاستضافه. هارد لك ان شاء الله باذن الله السنه الجايه في الممتاز ان شاء الله. المهندس محمود انضم لنا اهو زي ما قال الصوره بعد المباراه. تقول ايه بقى المهندس؟ ده اخويا، الف مبروك. يعني بقول لجماهير الديكرنس ما يزعلوش، معاهم مهندس محترم عمل تجربه في 4 سنين تكمل وعمل مجهود رائع، لكن نحافظ على الانجاز ونحاول ان احنا كجمعيه عموميه بطالبها انها تتحد وتدور على المصلحه العامه دون النظر للمصلحه الشخصيه، عشان المرحله الجايه محتاجه الناس كلها بتتقدم وبتجري، واحنا واقفين في مكاننا. انديه بتندثر ومتعه كره القدم بتقل، والصناعه بتحطم وبتحارب في اصعب ظروف بتمر بها الرياضه المصريه، لانه الاحداث العالميه والتضخم اللي حصل والكورونا اللي حصلت ووقف توقف النشاط، كان لازم يبقى فيه اهتمام اكتر من كده، كان لازم يبقى فيه جديه اكتر من كده. فلابد من صرخه من هنا، يا جماعه حرام عليكم. شفتوا الفرحه النهارده 2 مليون واحد في الشعب المحلاوي كله فرحان، والغرباوي كله فرحان. انتوا بتدخلوا السعاده لو دفعتوا ملايين الجولات مش هتجيبوها، فلازم نحافظ على الصناعه دي ونحافظ على الانديه دي ويبقى في تكافؤ فرص بين الانديه. نقول لك الف مبروك، وطبعا بنشكر باشمهندس، بنشكر كل اهل ديكرنس، يعني اخواتي وحبايبي، وهو عارف اللي بينا، يعني ربنا يكرمه ويوفقه لكل خير يا رب. الف شكر يا فندم. الف مبروك. الف مبروك جدا. ونكمل مع يعني نقول بقى كابتن مصطفى ونقول لك الف مبروك، انجاز واحد من العناصر الشابه اللي اعتمدوا عليها، واعتقد قدرتوا، كان لكم خطه من اكتر من سنه وقدرتوا توصلوا النهارده بمدير فني شاب برضه احمد رؤوف. طبعا يعني لولا النهارده الاصرار اللي حصل من على مدار الموسم وعلى كابتن احمد عبد الرؤوف واللعيبه والجهاز الاداري، كل جهاز، بص الجهاز الاداري فرد، الجهاز الفني وكابتن احمد عبد الرؤوف فرد، الناس كلها تعبت تعب غير طبيعي، لعيبه جوه في حضرتك. احنا معانا لعيبه مشيت من النادي في يناير، جايه النهارده الصبح من الساعه 10 في المعسكر بتساند الفرقه. كابتن احمد عبد الرؤوف سواء هو كمدير فني او كابتن حماده علوي كرئيس جهاز كوره، عملوا حاله على مدار الموسم. الحقيقه الحمد لله كنا بنتمنى ان احنا نعملها من زمان. الحقيقه عدم الاستقرار اللي كان موجود عدم الاستقرار اللي كان بيتكلم طول السنه مش مشكله. فالحقيقه عدم الاستقرار اللي كان موجود قبل كده كان بيعطلنا كتير جدا، كان مخلينا مش عارفين نعمل اللي احنا عاوزينه. كل الجهاز الفني، انا مش عايز نفسي اقول اسماء الناس كلها فرد، بس منظومه كبيره جدا من اكبر حد لاصغر حد، كلهم النهارده الفرحه دي بتاعتهم، الفرحه دي بتاعت اهل المحله كلها. الف مبروك، وان شاء الله البلديه باذن الله يكون حاجه كويسه جدا في الدوري الممتاز. الف مبروك. كلمه اخيره لجماهير المحله واللي كانت النهارده متواجده معاكم قبلكم، واعتقد قبل المباراه بساعتين بشكل كبير جدا. الجماهير موجوده النهارده، رغم ان احنا اعلنا رسمي ان مفيش مباراه بدون جمهور. اتوبيسات فعلا واخترنا، لا والله ده اعداد انا ما اعرفش، مفيش اتوبيسات خالص، الناس جايه على حسابها مواصلات. الله انا اتفاجئت ان هم موجودين بيقابلوا الفرقه. فمبروك ليهم، فرحه غابت عنهم اكتر من 15 سنه، مبروك ليهم النهارده. بشكرك جدا. شكرا. طبعا يعني ده كان رئيس نادي البلديه، ولكن كابتن حماده علو مدير الكره وكابتن عامر صبري مدرب العام ينضموا لينا. كابتن لازم نعلق على الجمهور اللي كان بيساندكم من قبل المباراه بشكل كبير، والكابتن قال لي دي حاجه مش منظمه، واعتقد جايين وراكم وزاحفين وراكم. هقول لحضرتك حاجه، احنا نادي كبير ومصر كلها عارفه النادي البلديه كبير، وما كانش ده يبقى وضعنا، يعني وضعنا اتاخر قوي. احنا سنين كان في شويه مشاكل كده وفي عدم استقرار. السنه دي المنظومه كامله، طبعا الاول جمهور، مجلس اداره شاب برئاسه مصطفى الشامي، مجلس اداره كله دعم، جهاز فني كابتن احمد عبد الرؤوف،
وكابتن عامر وكابتن حسام اسامه وكابتن ايمن وكابتن حمد، الناس كلها والعلاج الدكاتره والجهاز الاداري والطبي وكده، منظومه كامله ده الناتج. انا بلعب ماتش نهائي في ملعب زي ده، بلعب فرقه كبيره قوي وناس محترمه. المكتسبات كتيره جدا السنه دي، المكتسبات الجمهور رجع كله تاني حبيبي. مستمرين معاكم. انضم لينا الكابتن طبعا عامر صبري والكابتن حسام اسامه. اتفضلوا يا كابتن حسام، برحب بيكم. اتفضلوا واقول لكم الف مبروك. طبعا بقى عايزين نتكلم طبعا النواحي الفنيه في النهائيات، خلاص انتوا وصلتوا، ولكن لا عايز اكد عليه اقول لكم مبروك في البدايه. واعتقد النهارده يعني جهاز فني نقول شاب كله بقياده احمد عبد الرؤوف، واعتقد كلكم يعني زميلتوا بعض، واعتقد يعني جيل من الشباب قدرتوا تصعدوا بمجموعه من الشباب الدوري الممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بحمد ربنا على الفوز النهارده، وبحمد ربنا على الاداء، وبحمد ربنا على نتيجه النهارده 4-0، وبحمد ربنا على الصعود اللي هو كنا شغالين عليه من اول السنه، اللي هو جايب عن بلديه المحله بقى له حوالي 15 سنه 16 سنه. فانت متخيل ان ده حمل في ادارك، اللي انت جاي عايز تنجح وعايز تصعد فرقه بقى لها مشتاقه للصعود بقى لها حوالي 15 سنه. طبعا بشكر طبعا على راس المجموعه دي كلها باشمهندس مصطفى الشامي، اللي هو كان عنده الجرأه اللي هو يدي الفرقه دي لجهاز شباب زي المحافظه. هو شباب اعتقد برضو، يعني هو ادى الفرصه، هو عمل تجربه كلها شباب، ومجلس الاداره العلم كلهم شباب. طبعا الحمد لله اللهم لك الحمد. كابتن احمد عبد الرؤوف طبعا بشكره، طبعا وبشكر الجهاز كابتن حسام وكابتن حمد وكابتن ايمن. بشكر الجهاز الطبي والجهاز الاداري وعمال غرف اللبس وعمال الملعب. المكسب ده ما جاش من فراغ، جه من تعب ومجهود بقى له سنه، بقى له 11 شهر، بادئين 18/7، بقى لنا 11 شهر بالظبط. الحمد لله بحمد ربنا على نتائج النهارده، والحمد لله على الصعود. الحمد لله. الف مبروك وبالتوفيق ده ان شاء الله حبيبي. الله يبارك فيك. حسام بقول لك الف مبروك النهارده، واعتقد انجاز كبير بعد موسم طويل. الحمد لله بنشكر ربنا سبحانه وتعالى. الصعود ما بيجيش من يوم وليله، الصعود من يوم 18/7 زي ما الكابتن عامر قال. كلنا كنا على قلب واحد، من مجلس الاداره كان مساند ومداعم، جهاز فني على اعلى مستوى، كلنا اخوات، كلنا بنحب بعض. الحب واللعيبه تعبنا كلنا فترتين 3 معسكرات، شغل فيديو، كل حاجه عملناها والله. فربنا ربنا ما ضيعش تعب. انتوا ما كنتوش متصدرين، ولكن اتسحبتوا في الدور الثاني، وكنتوا انتوا ابطال الدور الثاني وابطال الصعود. ده فضل ونعمه علينا، والحمد لله بنشكر اللعيبه الرجاله دي كلها ومجلس الاداره الداعم لينا، والحمد لله والشكر لله، وفضل ربنا علينا كده الحمد لله. محمد تقول ايه النهارده؟ واقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك، والله ده تعب سنه كامله، تعب جهاز ولاعيبه واداره. ربنا تعب سنه كامله، لعيبه وجهاز واداره، كله شباب وعايزين تاني صعود ليا بعد صعود كوكاكولا. بس السنه دي ب100 سنه انت بتصعد فرقه بقى لها 15 سنه ما صعدتش، مجموعه باجواء غريبه من ملاعب لجو لكل حاجه. انا صعدت مجموعه القاهره، بس المجموعه دي اللي يصعد منها فعلا بطل. متشكر جدا ومشاكل اللعيبه بصوا يا جماعه هناخد دور. طب ارجع الكاميرا افتح ده. ايوه عارف طبعا. طيب حاضر. هنقول للكابتن ايمن نبدا باللعيبه، اقول لك الف مبروك. هناخد لعيبه معانا كابتن ايمن، الف مبروك. الله يبارك فيك. النهارده شايفين النهارده بتلعبوا اليوم الاخير، وكل الفرق 3 فرق ليها حظوظ اللي هي تصعد. لا الحمد لله احنا جايين مركزين على هدفنا ان احنا نصعد، والحمد لله مركزين من اول الاسبوع. وبنشكر اللعيبه رجاله قوي، جهاز فني ولاعيبه ومجلس اداره، وبنبارك لجماهير المحله كلها. 16 سنه كانوا صعبين على النادي، والحمد لله الجيل ده قدر يحقق يعني حلم ناس كتير، وان احنا نكتب لنفسنا تاريخ كبير قوي. عايز اكلمكم عن الربع ساعه الاولانيه اللي انتم امتصيتوا فيها تكرنس، وبعد كده ابتديتوا تلعبوا في النص ساعه الثاني بالهجمه المرتده. ايمن طويل. الحمد لله ده الخبرات بتاع الفرقه، احنا متكلمين واللعيبه كلها خبرات واللعيبه كلها صغيره. الحمد لله عاملين توليفه كويسه قوي السنه دي. الكابتن احمد عامل توليفه كويسه قوي، ومتكلم معانا من شهر 7 ان احنا ان شاء الله هنصعد من اول يوم في فتره الاعداد. تعبنا كتير وربنا كلل مجهودنا. انا عاوز اتكلم في حاجه، استنوا البلديه في الممتاز بشكل لعب
مختلف الحمد لله. بلديه احسن فريق مصر. كابتن ايمن اقول لك على مدرب حراس المرمى، اقول لك النهارده يعني الف مبروك صعود، واعتقد حارس المرمى بيعتبر 50% وممكن يضيع مجهود الجهاز الفني او يخليه ياكده. معايا خمس الحمد لله. اتكلم احنا الحمد لله 20 كلين شيت يا كابتن. الحمد لله 20 كلين شيت الحمد لله 20 كلين شيت. الراجل ده يشكر والله العظيم. 5 حراس مرمى على اعلى مستوى، اولهم الولد الصغير اللي جنبي يعني الماني ومجموعه حراس كبيره، عمر الماني، ماهر، حسين، فتحي. عملنا الدور الثاني ما دخلش فيها غير جون واحد بالكامل، دور كامل ما يخش فيها غير جون. عامل اكتر من 20 كلين شيت الحمد لله، افضل مكان يعني الحمد لله. قدمنا صوره كويسه للناس وان شاء الله. ومبروك لبلديه المحله، مبروك صعود دوري الممتاز. عاطف خضر واحد من نجوم الجيل الذهبي يقول لك الف مبروك في النهايه. الحمد لله ربنا كرمنا وصعدنا على ايد الجهاز، على ايد الحاج مصطفى الشامي والحاج محمود الشامي والجهاز المحترم ده، احمد عبروف وجهازه كله، كابتن مدرب الحراسات. ببارك لكل مدينه المحله. راح فين مش شايفين؟ احمد عبروف هو بيحتفل ربنا معاه، عريس البطل الحمد لله. دي بعد فتره طويله وانت عارف اللي احنا فيه وجافت اجواء ومجموعه صعبه. الجهاز ده تعب واجتهد بمسانده الحاج مصطفى واهل المدينه والجمهور. الحمد لله احنا صعدنا وربنا يكرم ان شاء الله. واحمد عبروف جاي لنا بقى اقول له يعني مشاهدينا الكرام، يعني دي الفرحه احنا ناقلينها وناقلين الفرحه ليكم من ملعب البلديه. صعود البلديه، عوده مره اخرى للدوري الممتاز، واعتقد تضافر الجهود. ولكن الصوره اللي احنا عايزين ننقلها حاله يعني نقول هنا المباراه عدت الى بر الامان بشكل كبير جدا. هيكون معانا احمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق يعني البلديه، هيكون معانا كابتن احمد المدير الفني الشاب اللي نجح النهارده. اقول لك الف مبروك، قدرت تعزل اللعيبه، قدرت توصل بيهم الى يعني بر الامان، فاقول لك الف مبروك. الحمد لله. بحمد ربنا على الانجاز الكبير ده، بشكر ربنا. عارفين احنا بنلعب في ارض ملعب نادي كبير جدا، نادي ديكيرنس. الامور كانت صعبه جدا، بشكر ديكيرنس وبشكر طنطا، بشكر كل الفرقه كانت بتنافس وبقول لهم هارد لك. الامور كانت بالنسبه لنا صعبه جدا جدا جدا، اشتغلنا على مدار الموسم بامور صعبه جدا جدا. الحمد لله ان انا اكون فرد في منظومه يصعد بلديه المحله على ايديا بعد 17 سنه، بعد توفيق من ربنا، دي حاجه كبيره جدا. دور تاني ناجح، ماشي بالراحه، مش فارق معاك اول ولا تاني. ولكن اللي انا هممني النهارده النص الشوط الاولاني في المباراه النهارده هو اللي كسبك، اللي انت سبت الاستحواذ لديكيرنس، قدرت تمتصهم بتلعبهم على ملعبهم وخطفت هدف في الثاني في الثالث. واعتقد النص الشوط الاولاني كان ليه تكتيك معين، اللعيبه تهدى والكره على الارض وما يحصلش تسرع. لا انا كنت قلقان من اول 10 دقائق، احنا ما سيبناش الاستحواذ لديكيرنس خالص. كان ديكيرنس بدا بشكل كويس وده كان متوقع. الحافز احنا اعلى بكتير جدا على مستوى الحافز. انا مش اول مره نلعب انا كنت حسام قدام بعض، يعني تقريبا المدرسه واحده. يعني احنا اشتغلنا 4-3-3 في بدايه اللعب، لكن هو ديكيرنس بيشتغلوا دايما على فكره الباص العميق في قلب الملعب، لان فرود بينزل و10 بيبقوا بيشتغلوا الاثنين في قلب الملعب. قفلنا ده ب6 وكنا بنميل 8 تاني ناحيه 6. بعد 10 دقايق ربع ساعه استحوذنا بشكل كبير جدا، اشتغلنا بطريقتنا الطبيعيه، لان ديكيرنس كان الفتره الاخيره كان بيشتغل ب 3-4-1-2 وغير طريقته النهارده 4-2-3-1 صريحه. فكنا بنشتغل اوقات كتيره جدا بنبني ب 2-6 واوقات كنا بنشتغل ب 2-8. يعني الحمد لله تفاصيل والثوابت في الملعب ده تفاصيل مهمه. والشوط الثاني كان اهم، اللي انت تخلي اللعيبه ما تفكش، واللي هي وطبعا 10 ده كان مهمين انك تبقى كسبان 3-0. فانا ديكيرنس يدخل جوه الجيم بجول، فكان لازم اول 10 دقائق او ربع ساعه نحرمه من الجول ده. وكانت الامور زي ما انت شايف مشيت. الشوط الثاني خلاص المعنويات بدات تنزل واحده واحده لحد لما الحمد لله بيبقى جاي من نادي جماهيري زي نادي الزمالك، نادي كبير بيخليك انت عارف تتعامل ازاي مع جماهير البلديه. فريق كان ليه صولات وجولات في التسعينات واول 2000، فاعتقد ده قدرتوا تتعاملوا مع المنظومه بشكل كبير. في مرحله مصر السلوم كان عندي اكتر من نادي، انا اخترت بلديه المحله توفيق من ربنا، دي حقيقه. انا كنت حابب اشتغل جوه بلديه المحله. يعني انا فخور جدا وسعيد جدا وعارف قيمه النادي ده من قبل ما ادخله. اسم كبير جدا ونادي عظيم جدا جدا جدا. ومش بقول كده والله للموضوع جماهيري، يعني المهندس محمود بيقول لك 2 مليون واحد ورانا، تقدر تقول لي الجماهير النهارده والناس اللي جات لكم قالوا لك انا اشتغلت مع اداره محترفه جدا، تعرضنا لهزات. احنا خسرنا 4 ماتشات زي فرق بتنافس في المقدمه. اكتر فرق اعتقد كسبانه، جايبين حوالي 42 النهارده 46 جول، داخل فينا 16 جول. ففي تفاصيل كتيره على مدار الموسم حصل التطوير اللي بالنسبه للفريق. قابلت صعوبات كتيره جدا على مستوى تجميع اللعيبه. عشنا كعيله جوه النادي، مفيش حاجه خالص يعني حصل لي اي مشكله جوه النادي على مستوى الكوره. الناس كانت بتساعدني بشكل كبير جدا، وكان في مسانده بشكل كبير جدا جدا
جدا على مستوى مصطفى الشامي، على مستوى محمد علوي، على مستوى كلهم كباتن طبعا، على مستوى الحاج محمود، على مستوى كل النادي. يعني كان في ايمان بيا بشكل كبير جدا وايمان بالجهاز. اتمنى لدرجه ممتاز ويكون مدير فني كده ان شاء الله. لدرجه ان الناس ما كانوش طالبين منا حاجه. مفيش التيشيرت. نشكرك الف مبروك. مشاهدينا الكرام، يعني دي كانت لقاءاتنا بعد انتهاء هذه المباراه وفوز بلديه المحله الصعود الى الدوري الممتاز. عوده البلديه صاحب الثورات والجولات في التسعينات. اعتقد المباراه كانت مهمه وكان في اثاره سواء هنا او في ملعب طنطا. نشكركم مشاهدينا الكرام لحسن متابعه هذه اللقاءات، هذه المباراه التي عبرت الى بر الامان، وايضا البلديه الى الدوري الممتاز وتكنس بالروح الطيبه بالمهندس خضر ابراهيم. نشكركم. والان عوده سريعه للتحليل واستاد النيل زميلنا العزيز عبد الغني المكي وضيوفي في الاستوديو التحليلي. الفرحة تعم المحلة بصعود بلدية المحلة بعد 15 عام إلى الدوري الممتاز مرة أخرى. ما زلنا بننقل لحضراتكم الأجواء الاحتفالية في ملعب ديكنس، ملعب المباراة اللي أقيمت عليه اليوم بعد فوز البلدية، فوز عريض وتأكيد وجدارة استحقاقه إنه يبقى في الدوري الممتاز بعد ما فاز برباعية نظيفة. هنرجع مرة ثانية لضيوفنا